السلام عليكم. جيتكم اليوم بالتشارك المسكر الجزائري بجميع اسرار النجاح تاعو اللي لازم يكون حاضر في طاوله تاع العيد. ساهل ماهل ويجيكم يدوب في الفم وبنتو كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا العقده تاعنا في غيسيبيون. درت 3 كيلو تاع اللوز يكون مرحي مع نص كيلو تاع السكر، درت معاهم شويه تاع القرفه ومغرف صغيره تاع السمن، ومن بعد بدا نطون فيه بالمزهر من عند ساناريا. هذا المنتوج الجزائري اللي خرج جديد في الاسواق الجزائريه، ريحته بزاف هايله تاع المزهر. نبدا نطون فيه حتى نحصلوا على العجينه تكون طريه، بعدها نغلفوها ونخلوها تريح. ما بد نخدموا لاباط تاعنا. هنا في جفنه درت مغرف كبيره تاع سوخي كلاص، وجبت كيله هذه تاع بول تاع الشوربه كيلت بها كيله تاع السمن يكون هكذاك طري، ما يكونش دايب هكذا بدرجه حراره الغرفه. بعدها خلطتهم مليح حتى ونبيضوا. درت لهم 2 كيلات تاع الفرينه وقرصه تاع الملح. ندخل هذيك الفرينه مليح مع هذاك السمن، بعدك نزيدوا الكيله الثالثه تاع الفرينه ندخلوها مليح. بعدك نجيب القرعه تاع المزهر تاعي من عند ساناريا ونكمل نطم بها العجينه تاعي. وما تخافوش هنا من المزهر، قعدوا تضيفوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وكي تشكلوا بها كره صغيره ما تشقق لكمش كيما هكذايا. بالنسبه للاباط تاعي وزنت كريات صغار حوالي 40 غرام. انا نحب التشارك المسكر تاعي يكون شويه كبير. وبالنسبه للافاكس وزنتها 15 غرام. ومن بعد نشكلهم بهالطريقه على شكل التشارك العادي، نحطهم في سنيوان تقبهم 3 قابي وندخلهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على 160 درجه. كي يطيب لكم من تحت شعلوا عليه من الفوق يدير لون ذهبي، خلوه يبرد مليح باش نسكروه. هنا دخلته في هذه الشربات نخلي لكم وصفها مكتوبه تحت الفيديو. بعدك حطيته هنا في الجفنه تاعي اللي كنت درت طبقه فيها من تحت تاع سلخ كلاص، ونزيد نغلفوه من الفوق بسلخ كلاص لازم يكون مغربل. نزيروا عليه هكذا ونخلوه تحت سلخ كلاص 10 دقائق. بعدك نفينيوه ونغربلوه بشويه تاع سلخ كلاص. وبصحتكم.